السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا. واللي اول مرة يشوف بيتك بسيط مع فاطمة ما ينساش يدوس على كلمة اشتراك ويفعل الجرس عشان يجيلكوا كل جديد. اهم حاجة تدوس على اللايك، عشان اللايك ده بيرقص ويزغرط كده ويطلع بلالين. هتعملي ايه النهارده يا فاطمة؟ هقول لكم. ده اول نبدأ كده ونصلي على حبيب المصطفى سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. جيت من الشغل بقى يا بنات، ما اقولكوش لقيت السمك كده جميل وطازة وفريش وحاجة كده تفتح النفس. وانا بعشق السمك دوت والله، اللي هو الصغنن دوت بحب ايه اشويه كده يبقى جميل جدا. بس انا هنعمل ايه بقى؟ بصوا السردين ده جماله في التخليل بصراحه. تخليليه كده يبقى تحفه تحفه زبده. هبقى عايزين نصوره لكم، قولوا لي اكتبوا لي في التعليقات ان انا اعمل لكم فيديو تخليل السردين المملح. تمام. جبنا سمك بولتي من عند ارزاق، عندنا هناك في ابو يوسف. عنده سمك طازه جميل جدا، وكمان عنده جمبري لو عايزه جمبري، وبوري بقى ما اقولكيش. البولتي عامل 70 جنيه. تمام. النهارده البوري بقى تقريبا 95 جنيه. وكده زي ما انتم شايفين بقى السمك ايه اشكال وانواع، كبير بقى وصغير ما شاء الله. حلو قوي. هنعمله اكله حلوه كده ايه مع بعضينا. يلا بينا. سوقت بقى وعملت شملوله وجبت الحاجات بتاعتي وانا جايه من الشغل. غيرت على طول هدومي. بصوا لقيت البتنجان الصغنن العروس دوت. احنا عندنا هنا في اسكندريه بنقول عليه بتنجان عروس. انا ما اعرفش بقى عندكم بتسموه ايه. اهو لقيته حلو صغير كده ب10 جنيه. ليه بقى انا جبته؟ عشان خاطر رحت ديك النهار اشتري فلافل، ولقيت الراجل بقى ايه حاطط طبق بتنجان صغنن كده مقطقط وشكله احمر وجميل. بقول له بكام الطبق؟ قال لي ب5 جنيه. فانا قلت ب5 جنيه ايه؟ طب ما انا اروح اجيب لي كيلو بتنجان واقعد اخليه احطه في التلاجة اكل منه طول الاسبوع. تمام. توفير برضه، تبقي شاطره. هنا جبت نص كيلو دقيق هفضيه كده في البرطمان معاكم. تمام. الحاجات اللي ناقصاني يعني نزلت جبتها النهارده زي ما انتم شايفين كده اهوت. طبعا هنغسل البتنجان غسله كده كويسه زي ما انتم شايفين، وهوريكم بيتملح ازاي البتنجان العروس يا بنات. يتملح ازاي؟ ده عشان صغير فلازم يتسلق. تمام. وادي السمك البولتي اهو. جبت 2 كيلو سمك بولتي نضفولي الراجل وهنعملوه مع بعضينا. تمام. ادي البتنجان زي ما انتم شايفينه، حطيته عليه ميه وهحطه على النار وعليه ملح ونسيبه يستلق بس ما يستواش قوي. هوريكم يبقى شكله عامل ازاي. هنا كمان بنعمل ايه؟ كان بنغسل السمك بتاعنا اهوت وهنحضروه كده علشان خاطر نشوفوا بقيه المشتريات اللي انا اشتريتها قدام منكم دي. هنفضيها مع بعض كده عشان تشوفوا العجب. والله العظيم شوفوا العجب. بس المهم لو ما عملتيش لايك اعملي لايك بسرعه. تمام. غسلنا السمك بتاعنا رغم ان هو الراجل غسلهولنا، بس نديله غسله كده ونرش عليه ملح كده وخدش كمون والكلام من ده. تمام. هنا في ايه تاني؟ جبت ربع فلفل اخضر حامي. لا ده ليمون. ده جبت نص كيلو ليمون يا بنات ب6 جنيه. كيلو ب12 جنيه تقريبا. جبت نص كيلو. تمام. اهو جبت ربع فلفل اخضر، وجبت 2 كيلو بطاطس ب24 جنيه. كيلو ب12 جنيه. وده بصل. اسكتوا، مش البصل بقى تمن التفاح يا ولاد. البصل الكيلو ب18 جنيه. الله يرحمه لما كان ب3 جنيه الكيلو. تمام. دلوقتي بقى تمنه زي تمن التفاح، بيتقارنوا مع بعض. طبعا جبت 2 كيلو طماطم ب5 جنيه الكيلو. فجبت 2 كيلو طماطم حمرا كده وجميله عشان نعملوا بيها التسبيكه. غير بقى ايه تاني؟ في ايه تاني؟ طلعت التوم بتاعي كده ايه يفك شويه. انا حاطه التوم في علبه، وهجيب بقى الصينيه ديت عشان نغسل فيها الفلفل بتاعنا ده زي ما انتم شايفينه كده. جبت كيلو فلفل احمر، بس ده مش احمر قوي خلي بالكم. انا اتكسفت ان انا صراحه هرجعه بعد ما الراجل عباه. اللي هو بتاع الخضار اللي عندنا ده. انا بقول له عندك فلفل احمر؟ قال لي تمام. قلت له هات كيلو. ما كانش حاطه هنا، كان حاطه جوه. فعبهولي بقى. انا لقيته بالمنظر ده فصراحه اتحرجت ان انا ارجعه له تاني. قلت يا بنتي يعني هو اول واخر مره، تاني مره بقى ما اشتريش حاجه من غير ما اشوفها. فغسلت الفلفل وحطيته في الصينيه عشان هنطحنوه مع بعض وهنقول لكم نعمله بيه ايه. انا بجيبه عشان اعمل بيه خلطه البتنجان وبعمل بيه دقه المكرونه. بحبه جدا الفلفل الاحمر. هنبدا بقى ايه نغسل الشفشق بتاعنا ونحط شويه ميه عشان نحضر الطماطم بتاعتنا كده زي ما انتم شايفين يا بنات اهوت. طبعا قدامي كذا حاجه. تمام. والجو حر جدا 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 يعني، وانا مشغله الشفاط وعماله اشر ميه من جميع انحاء العالم. تمام. بس بحب احضر قبل كل حاجه قبل ما اقف على البوتاجاز ونشوف الدنيا كده ايه معانا فيها ايه. تمام. بس الفلفل زعلانه قوي ان هو ما طلعش احمر، طلع اصفر على اخضر على دبلان يا ورد.
بس يلا زي بعضه. انا خدته جبر خاطر عشان ما اقولش للراجل لا ملهوش لازمه ورجعه. تمام. نغسل بقى ديت عشان نجيب البطاطس كده بتاعتنا على جنب، ونجيب بقيه الطماطم دي هنا عشان عايزه المصفى اصفي الطماطم بتاعتي. بحب كل اكله لازم اصفي الطماطم بتاعتي. تمام. بشيل منها البذر والتفل والحاجات ديت مش مستحبه اهو. بس هي في المحشي ممكن تسيبيها، يعني انا ساعات بشيلها في التلاجة في كيس. بس المره دي انا ما شلتهاش، اللي هو التفل والقشر دوت رميته. لكن ساعات بحطه في كيسه كده لما بيبقى عندي كميه كبيره فبرميه بقى، بحطه للمحشي الصراحه مش هكدب عليكم. صفيت كده الطماطم بتاعتي زي ما انتم شايفينها كده، جهزت كل حاجه اهو. فضي كده، فضي واشطفي بقى اول باول، بمسح حوالين منها كده، مش عايزه تبقى مش نظيفه يعني، حوالين منها من الطماطم يعني مطرطشه شمال ويمين. اول باول اغسلي شفشقك الحوض بقى، فضي كده اول باول عشان ميبقاش في كركبه حوالين منك. تمام. نفضي كده ونحط حاجاتنا كده ايه على جنب. في ايه هنا بقى في الكيسه دي انا جبتها ما قلتلكوش عليها. جبت 3 فلفل من هو الاصفر ده، هقطعه وافرزه في التلاجة عشان انا كنت المره اللي فاتت لقيت في عربيه الجيش اللي هو الفلفل الاحمر بس، ففرزته في الكيس. فكان نفسي اجيب الاصفر ده كمان عشان افرزه يبقى عندي الاحمر والاصفر وكده. اما بلاقي فرصه قدام مني اي حاجه بجيبها. وجبت كيلو وربع بتنجان ب10 جنيه علشان خاطر نعمل بيه الاكله بتاعتنا. ناس كتير قوي كانت مستغربه تقولي ازاي بتعملي السمك بالبتنجان. فتعالي شوفي انا بعمله ازاي، بيبقى طعمه جميل جدا وبتغمزي بقى وتشبعي يعني غير الرز، يعني اكله كده ايه مع نفسيها. خرطنا زي ما انتم شايفين البتنجان يا بنات كده اهوت، خليناه كده ايه زي الفل معانا. تمام. رشينا عليه ملح زي ما انتم شايفينه وقلبناه كده تقليبه كويسه. وكمان خرطنا بطاطس وخرطنا فلفل. تمام. هناخد قرنين فلفل احمر كمان معانا اهوت علشان خاطر ندوقها مع قرن فلفل اخضر مع ملح مع ايه تاني. نبدا ندقه كده. هنحط توم ونحط ايه تاني اهو، نحط معلقه توم كده ونحط كمان كمون ونديها دقه كده، نعمه كده خالص ده عشان تبقى خلطه السمك بتاعنا عشان نحشي السمك بتاعنا كده. احنا خرطنا البتنجان ورشينا عليه ملح وخرطنا البطاطس صوابع، وكمان الفلفل ده هنعملوه دلوقتي مع بعض، نفرزه مع بعض اقول لكم نعملوه ازاي. ما تنسوش طبعا البتنجان على النار، اوعي يتهري فالتومه. تمام. ده التومه اللي احنا هنعمل بيها السمك. خلاص كده تمام اهو جاهزه، بقت ناعمه وجميله جدا. تعالوا بقى على البوتاجاز. زي ما انتم شايفين البتنجان قرب يغلي، فانا حطيت غطا حله صغير علشان انزل بيه البتنجان يبقى طايله الميه يعني الميه تبقى مغطيه البتنجان. اهم حاجه ما تسويش البتنجان قوي، اديني بنقول لك اهو عشان يقعد معاكي فتره طويله في التلاجة ما ينعمش منك. فاضي بقى ازازه الزيت دي الازازه الصغيره دي كنت واخداها من ام ملك. طبعا انا اشتريت ازازه كبيره كانت عامله كام 125 جنيه، فانا هعمل الازازه بتاعت ام ملك بقى ايه وبعدين اقول لكم هنعمل ايه. دخلت في قصه تانية. المهم ايه، حطيت هنا زيت عشان احط توم وقرن فلفل. تمام اهو ومعلقه توم. هنسبكها كده ايه تسبيكه حلوه. هنا هننزل بالبطاطس بتاعتنا تتحمر. كل ده عشان يتعمل بيه السمك، خلي بالكم اهو. نقلب بقى التومه بتاعتنا كويس جدا زي ما انتم شايفين، قرن فلفل احمر كده جميل نخرطه فوق منها. كل ده هيبقى في التسبيكه. المشكله ان الفلفل ده طلع بارد كمان، يعني انا ما بحبش الفلفل بارد، انا بحبه حامي. يعني انا جايباه اصلا عشان الدقه والمكرونه والكلام من ده، فهضطر بقى ان انا ايه هشتري فلفل حامي احمر جدا وهزود بيه الفلفل اللي انا جبته. المهم ان انا ايه مرجعتوش يعني وكسرت بخاطر الراجل. بصوا البتنجان بتاعي طفيت عليه خلاص اهي بنات، قلبته بالشكل ده. هطلعه بقى ايه بالمقصوصه في ميه بارده على طول. هنزل بس بالطماطم بتاعتي ديت زي ما انتم شايفين كده، حط عليها الملح وحطي بقى بهاراتك وغطي الطماطم بتاعتك. تمام. جبت المقصوصه بتاعتي اهو، البتنجان ما يبقاش مستوي قوي اهو. تمام. طلع كده في ميه بارده على طول اهو زي ما انتم شايفين بالشكل ده كده. تمام. يلا بينا بقى ايه نشوف هنعمله ايه. هنا البطاطس اتحمرت، هطلع ايه كده بيها. هفضل بقى احمر البطاطس وبعديها البتنجان بتاعي، بس بعد ما احط اخر حبه في البطاطس. تمام. هنا بقى هنبدا نعمل الفلفل زي ما انتم شايفينه كده. هنضفه من البذر اللي فيه بالطريقه ديت واحط في قلب الكبه. حلوه الالوان الاحمر والاصفر والالوان اللي حوالين مني ديت جميله بالشكل ده كده. تمام.
هاخد حبه حبه عشان ميبقاش تقيله على الكبه. واحط معلقه توم، وكمان نحط معلقه ملح، ممكن تحطي شويه زيت، وممكن تجيبي فلفل حامي على بارد. تمام. هنبدا بقى نشغل الكبه بتاعتنا بالشكل ده كده زي ما انتم شايفين يا بنات. انا بضرب الفلفل بحتفظ بيه اهو، بصوا بيبقى شكله كده. هكمل عليه بقى بعد ما ضربت الكميه ديت، هكمل عليه بقيه الفلفل. تمام. وتشيلي بقى في التلاجة، تستخدميه في اي وقت بقى، للبتنجان، للمكرونه زي ما قلت لك، للدقه، للباميه. جميل جدا للباميه، لما تاخدي منه معلقه كده وتحطيها على الباميه او برام الباميه بتبقى صراحه تحفه. انا بحطه عامه في جميع الاكل، بيدي طعم حلو جدا، وكمان في المحشي والخضروات والتسبيكه والكلام من ده بيبقى تحفه. تمام. خلصنا البطاطس وخلصنا البتنجان بتاعنا اهو. اخر حطه كمان في البتنجان، ولسه في فلفل اخضر. وبعد كده في الاخر بقى ايه، نبقى نشوف السمك. هنا البتنجان بتاعنا بعد ما برد في قلب الميه، اخدت معلقتين من الثوم زي ما انتم شايفين كده، وجبت ليمون. دي شطه حمراء زي ما قلت لكم، الفلفل طالع بارد. هعصر كده ايه ليمونه بقى، ليمونتين حسب ما انت عايزه. وبصوا انا ليه بسلق البتنجان بالراس بتاعته او القشره. زي ما بقول لكم كده يا بنات. بعتذر انا قفلت بس عشان الاذان ورجعت لكم تاني. انا بسلق البتنجان بالراس بتاعته زي ما انتم شايفينها كده، علشان خاطر ما يسودش من بره ولا من جوه. يعني انت ما تفتحيش البتنجانيه ولا تشيلي العنقود اللي بيبقى من فوق دوت، تسلقيها زي ما هي سليمه. تمام. عشان تحافظي على لون البتنجانيه من جوه، يبقى لونها ابيض زي ما انتوا شايفاها بالشكل ده كده. فانا اصبح دلوقتي بعمل ايه، بشيل زي ما انتوا شايفين اللي هو العرش الاخضر اللي هو من فوق، وبفتح البتنجانه بالسكينه، وببدا احشي الخلطه اللي انا عملتها اللي هي ايه، بالفلفل والشطه والثوم. تمام. اهو زي ما انتوا شايفين كده يا بنات اهو. نشيل بقى البتنجان بتاعنا، وده اخر حاجه الفلفل. وبعد كده ان شاء الله نقلي السمك بتاعنا باذن الله. والطماطم كمان اتسبكت. هي دي الصينيه اللي انا بحبها جدا وبعشقها، اللي هي البتنجان والبطاطس والفلفل والسمك. تمام. اهو برده بعد ما يتقلى كده على طول هنروح نشيله على طول كده بسرعه. اهي الفلفل بقى ايه، حامي على بارد، عشان خاطر لو في حد من الاولاد هياكل ولا حاجه ما يبقاش الفلفل حامي عليه. خلاص حطينا السمك يتقلي. تعالوا بقى نكمل بقيه البتنجان بتاعنا اهو زي ما انتوا شايفين كده اهو. طبعا كان معايا حته بنجر صغننه كده في الفريزر، انا محتفظه بالبنجر في التلاجة. فقطعت حته بنجر حتت صغننه وحطيت عليها شويه ملح وشويه ميه وعصرت عليها ليمونه. وهنا قطعت فلفل اخضر حلقات ونزلت بالميه دي اللي بالبنجر، هتخلي البتنجان ده تحفه وزي ما بيقولوا كده في حته تانية اهو. شيلي بقى في التلاجة، كلي بقى طول الاسبوع ب10 جنيه، ولا تشتري من عند بتاع الفول ولا من عند بتاع الفلافل. تمام. حاجه بيتي كده نظيفه مضمونه وانت عاملاها بايديكي. خلاص انا كده قليت السمك. هنا بحطيت البصل مع فلفل الوان، ده الفلفل الاحمر اللي انا مفرزاه، وده الفلفل الاصفر اللي انا اشتريته النهارده. نزلت بقى ايه بالميه بعد ما شوحت قوي مع البصل. هنزل بالملح بقى في شويه فلفل اسمر. عندي بهارات سمك. تمام. احط منها بهارات السمك كده ايه على الرز، وكمان شويه كركم صغيرين. تغلي بقى الميه بتاعتنا، ممكن نحط حبه فلفل اسمر. تمام. انزلي بقى بالرز بتاعك، اديله كده ايه تقليبه. نزوده كمان شويه ميه عشان هو كده محتاج رز، انا بعرف بالنظره يعني. تمام. نسيب الرز بقى بتاعنا يستوي. الطماطم بتاعتنا كانت ناقصها شويه ملح صغيرين، هنزود عليها شويه الملح وننزل على صينيه السمك البطاطس بالبتنجان زي ما انتم شايفينها بالطريقه ديت. جميله جدا وبالف هنا. هنستنى بقى ايه اخواتي ان شاء الله والاولاد عشان يتعشوا ايه مع بعضيهم او يتغدوا بقى حسب اللي هيجي. دي ازازه الزيت بقى اللي انا استلفتها من ام ملك. تعالى نمليها ونرجعها لها تاني زي ما خدناها. ما احنا اخوات بس ما نجيش على بعض ولا نخسر بعض. انا احتجت حاجه اخدها منها، هي احتاجت حاجه تاخدها مني، ونكمل بعضينا. تمام. لكن ما ناخدش الحاجه ونضرب عليها. طبعا اول ما جه حوده من الشغل زي ما انتم شايفين كده، انا حطيت له سمك مقلي وسمك زي ما انتم شايفينه مسقعه، وعملت له الرز وهو قاعد بياكل بالف هنا. ولو لسه ما عملتوش لايك اعملوا لايك. تمام. حوده اهو بيقول لكم اعملوا لايك. وده كان فيديونا النهارده، واشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.